أصدقائي الحلوين عاملين ايه يا رب تكونوا في أجمل الأحوال وسنة سعيدة عليكم يا رب. وتعالوا كده يا حبايبي كده نخش على السنة الجديدة بقلب جامد كده وبرجلنا اليمين ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ويا رب ما نشوف في السنة الجديدة اللي شفناها السنة اللي فاتت من أحزان ومن حوادث ومن كل حاجة وحشة يا رب. بين سنة ترحل وسنة تأتي وغير الله الأحوال من حال إلى حال، فيا رب بشرنا بما يسرنا وادفع عنا ما يضرنا، اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده بقى يا حبايبي قلنا كده بقالنا فترة كنا في الصعيد وجينا كده ما نزلناش أرضنا من بدري، بقالي أكتر من 5 شهور برا. فوحشني بقى جو الأرض كده والجوافة بتاعتنا كده. قعدت في الصعيد نفسي أكل جوافة وأقول لهم لا ده أنا هاكل من الشجر بتاعنا، بس أنا جيت لقيت الجوافة هنا خلصت. فقلنا كده بقى ننزل نزرع الفول بتاعنا بقى، دخلت الشتا علينا على خير. فطبعا كده ايه ديت جولة سريعة كده داخل الأرض. طبعا السنة اللي قبل كده لما كنت مصورة معاكم كان في الأرض بطيخ، بس دلوقتي كده احنا بقى بننضف شجر الجوافة كده وتحته بنزرع اليقطين او القرع العسلي او فول او اي حاجة احنا عايزينها. طبعا الجوافة مرجعة تاني كده، دي ترجيع بترجع الجوافة من سنة لسنة. طبعا بننضف تحتها كويس، وهي طبعا لسه ما اتضلتش، لسه الشجر ما كبرش قوي عشان يغطي عليها، فبنزرع زرعة ايه سطحية تحتها. دي طبعا الارض فاضية كده عشان نزرع فيها الكنوز او الاناناس. وطبعا دي البال القش اللي بيتفرش تحت الاشجار. طبعا الارض كانت مزروعه رز بقى، ولما الرز خلص عملوا بقى للقش بقى كده. وده طبعا الفول بلينه بقى لنا يومين كده. وهنبدا بقى كل واحد بياخد له شويه في الطبق كده عشان ايه نزرع براحتنا. طبعا حماتي ربنا يديها الصحه بقى بتعلمنا الزراعه. احنا كده بنروح الارض كده دلع كده يعني ايه، مش شغالين قوي احنا اصلا، لو رحنا نعطل الشغل. فهي بتورينا ازرع ازاي، فانا هزرع معاها دلوقتي. طبعا بنزرع بقى في الارض بسلة، وبنزرع الفول وبنزرع التوم وحاجات كتير كده بنزرعها في الارض. وطبعا ده صديق الفلاح بقى ايه، اول ما بدأنا نشتغل في الارض طبعا احنا بنعمل بيقولوا عليها ديت رجل غراب. فهم حد بيفتح لنا الفتحات ديت واحنا بنزرع. وطبعا ابو وردان صديق الفلاح، فطبعا اي حد تلاقيه في الارض تلاقيه ابو وردان ده ماشي وراه. وربنا يبعد عننا الغراب، ساعة ما بيشوف رجل الغراب بقى اللي احنا عاملينها بنزرع فيها الفول بيجي ياكل، وهو يفحر على الفول وياكله. طبعا احنا كده خلصنا زراعة الفول ونزلت تحت عند الترعة. طبعا الارض ديت كان قبل كده موريالكوا وهي فيها البطيخ. فطبعا انا وحشني بقى جو الارض، وطبعا الواحد طالع من ازمات صعبة ويا رب ما عاد يعيدها تاني. فقلت كده اروح اغير جو في الارض واشم هوا نضيف، لان الواحد يعني جو الحزن كل حاجة وحشة عدت علينا الحمد لله على كل شيء. فقلت اتجول في الارض كده. ده طبعا الترعة. طبعا دي كان زمان هنا شجر توت كده، وكان هنا كانت الحياة هنا جميلة جدا في المنطقة ديت. طبعا ديت سبانخ الفلاحين. ديت الزرعة ديت اسمها حميد، بس هي فيها فايدة عن السبانخ، طعمها حلو قوي. فطبعا كل ما بروح الارض وبلاقيها لازم أنا اجيبها، مفيدة قوي قوي للانيميا. وبما اني عندي انيميا دايما فلازم ايه اخد حاجة فيها حديد. طبعا ديت شجر الجوافة بقى ايه مطلع تاني جوافة من ترجيحها، بس طبعا ما بتبقاش حلوة زي في موسمها. وطبعا بقى هنعمل شاي على الراكية بقى ونظام. الدنيا هنا جميلة جدا. طبعا بقى احنا كده ايه خلاص هنروح. طلعنا على الطريق. طبعا الصوبة البيضة دي كلها ديت طبعا مزروع تحتها الخيار. وطبعا ديت مية الصرف. ودي الطريق، طبعا ارضنا على الطريق. طبعا كده احنا خلاص بقى ايه خلصنا اليوم بتاعنا كده وبقينا خلاص المغرب، وطبعا مروحين. ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبكم، والسلام عليكم.